ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزه القناه تكبر بيكم ان شاء الله. النهارده يا حبايبي هنعمل كيكه بالعنب. زي ما سمعتوا، كيكه بالعنب. طيب كملوا معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. طيب هنا هنجيب طاسه او حله هنحط فيها نص كوبايه من السكر. المهم ان احنا هنكرمل نص كوبايه من السكر. تمام كده حبايبي، نص كوبايه من السكر. مش هنلمس السكر خالص غير لما نلاقيه يبتدى يكرمل على الجناب اهو. في الحالة دي هنبتدي نقلب في السكر كده زي ما احنا شايفين. بس كده السكر معانا داب تماما. تمام اهو. طيب بعد ما كرملنا السكر والسكر داب معانا تماما، هنجيب الصينية او القالب اللي احنا هنشتغل فيه. هنحط هندهنه دهنة من السمنة، وهنبطنه بورق من الزبدة. طيب بعد ما عملنا كده هنحط كوباية من العنب الاسود. كوباية من العنب. تمام. وهنزل عليها بالنص كوباية السكر اللي احنا كرملناها. هو سخن كده، مش هنسيبه لغاية لما يبرد، عشان لو سيبنا السكر سيبنا الكراميل لغاية لما يبرد هيقفش مننا، مش هنعرف ننزله في القالب بتاعنا. هننزل كوباية السكر اللي نص كوباية السكر اللي مكرملينها على العنب. طيب خلاص كده، خلاص هنركن كده الصينية بتاعتنا. هنجيب بقى هنجيب عشان نعمل الكيكة. هنحتاج هنا الوصفة معايا محتاجة بيضتين، بس انا عشان البيض عندي صغير فعملتهم 3، ولكن هي لو بيضتين من البيض الكبير هتنفع. هنا معايا 3 بيضات من اللي هو البيض الصغير، لكن زي ما قلنا زي ما اتفقنا لو البيض كبير يبقى بيضتين. هنزل عليهم بنص كوباية من السكر ومعلقة من الخل، وهنضرب الكلام ده كويس مع بعض. تمام. بعد ما نضربه هننزل بيه نص كوباية من الزيت، عليهم كوباية من الزبادي. الزبادي بلدي طبعا، ما يبقاش ليها اي طعم، مش بالفراولة ولا بالمانجا ولا اي حاجة. زبادي بلدي عادية، شركات ماشي، او البلدي اللي انا حطيتها دي ماشي. طيب هنضربهم كمان كويس خالص بالهاند بلندر، بالمضرب اليدوي، بالخلاط، بمضرب كهربائي اللي متوفر عندك. نزلت عليها بكوباية من الدقيق. طبعا الدقيق نخلينه قبليها. كوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من كيك شيف او خميرة الحلويات او محسن كيك، شوفوا انتوا بتسموه ايه اهو. نزلنا عليها بمعلقة كبيرة من الكيك شيف، وقلبنا الخليط مع بعض كده كويس خالص. وهنزل بيه على العنب بالكراميل اللي احنا عملناه، وان شاء الله هتطلع احلى كيكة بجد، تحفة واختراع بجد خطيرة. كأني بعد ما نطلعها كأني محطوط عليها اللي هو البلو بيري. خطيرة بجد، تحفة وطعمها حلو جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير. اهم حاجة بالله عليكم، الكل مش مشترك في القناة يا ريت يشترك في القناة، بالله عليكم يا ريت تشتركوا في القناة. طبعا هنحطها على فرن سخن مسبقا، الرف في النص، درجة حرارة 180. هتقعد معانا من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب حجم الصينية عنديكو. وقلبنا الكيكة بعد ما خرجناها من الفرن. طبعا هنسيبها لغاية لما تهدى شوية، وبعدين هنقلب الكيكة على صينية زي كده او بلانشة، شوفوا المتوفر عنديكو. وادي شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن واستوت. جميلة، وطعم العنب فيها تحفة، وهي الكيكة اصلا هشة زي ما احنا شايفين كده قدامنا. نلقى في فيديو اخر ان شاء الله.